النهاردة هقول لكم ازاي تعملوا مربى الفراولة بكل سهولة، وهتظبط معاكي من اول مرة. لو لسه مبتدئة هتعمليها، وازاي توصلي للقوام ده. هتضيفي معلقة واحدة بس هقولك عليها، هتوصلي للقوام الجميل ده. اول حاجة الفراولة بغسلها كويس، بتتنقع في مية كذا مرة لحد ما تنضف خالص. وبعد كده بسيبها تتصفى وبقطعها. انا بقطع الفراولة مكعبات صغيرة، تقدري تقطعيها نصين بس، او تقدري كمان ان انتي تفرميها. لو بتحبي المربى تكون بيوريه كده وسايلة بتفرميها عادي في الخلاط، وبعد كده بتعمليها مربى. دول 2 كيلو فراولة، بضيف لهم كيلو سكر، كل كيلو له نص كيلو سكر. 2 كيلو ضفت عليهم كيلو، وبعد ما بقطعها كده بضيف السكر ليها وبقلبها كويس جدا، واسيبها بقى تتنقع في السكر ده مش اقل من 3-4 ساعات. والاحسن كمان ان انتي بتسيبيها في التلاجة من بالليل للصبح، بتنزل كل السوائل بتاعتها بالشكل ده. انا ما بضيفلهاش ميه خالص. بعد كده برفعها على النار واسيبها بقى تغلي. طبعا بكون واقفه جنبها. اول ما بتغلي بشيل الريم اللي عليها عشان المربى تبقى نقيه. والمربات لازم تعمليها في حله كبيره. وبعد ما بتستوي بقى معايا الفراولة بالشكل ده، هكون محضرة ليمونة. 2 كيلو انا ضايفه لها ليمونة كبيرة، وهضيف لها معلقة ملح ليمون، معلقة صغيرة خالص او نص معلقة صغيرة، وعودين قرنفل. المعلقة بقى اللي هتخليها تبقى المربى قوامها تقيل معايا جيلاتيني كده، هي معلقة اللي هي الجيلاتين البودر. هدوبها في شوية مية سخنة، دي بتتجاب من عند العطار، جيلاتين نباتي. بدوبها في شويه ميه سخنه وبضيفها للمربى. تقدري كمان ممكن لو مش عندك ممكن تضيفي كيس جيلي فراوله. وممكن لو انت عايزه المربى تكون سايله ما بتضيفيلهاش حاجه خالص. وبعد ما بتعقد معاكي خلاص مقربه تعقد، بتضيفي لها رشه فانيليا بودر او سايله عادي كده. بقى هشوف العقد بتاعها، هختبرها ازاي. ان انا بجيب نقطه كده من السوائل بتاعتها وعملت خيط، خلاص هي كده عقدت معايا. هطفي عليها على طول واحطها في مكان يكون هوا عشان تبرد بسرعه، عشان ما تغمقش معايا. وبتبقى معايا احلى مربى زي ما احنا شايفين، قوامها جيلاتيني وجميل. زي ما قلت لك لو عايزاها سايله ما بتضيفيش الجيلاتين ليها، بتبقى سايله شويه عن كده. وكمان بعبيها في علب وادخلها الفريزر، عبيها في علب صغيره مش كبيره، هتعيش معاكي من سنة.